Coach مرحبا Arnold, بكم and we'll ask him about his في المؤتمر preparation for the match. الصحفي الخاص بمباراة Yeah, look, العرب everything السعودية. is great. تبدو الأمور رائعة. As you can see by the amount of media عندما here أرى today, الكثير من الإعلاميين هنا في it's a very special القاعة game tomorrow فهذا night, يعني and بأن المباراة غدا it's one that, ستكون مباراة مميزة I'm ومباراة very excited خاصة. about. أنا متحمس للغاية للمباراة. والصراحة من حجم الإعلام الحاضر للمؤتمر الصحفي أعتقد المباراة حتكون كبيرة. Same question for Brahim Baish. نفس السؤال نوجهه لإبراهيم بايش. أكيد راح تكون هناك مباراة كبيرة تنتظر منتخب السعودي من الفرق الجيدة. يا رب نكون عند حسن ظن الجميع وإن شاء الله نقدم مباراة تليق باسم سود الرافدين. The match will be against the Saudi team. The Saudi team is one of the best teams in Asia, and we hope that we will deliver and we win this game. تفضل. السلام عليكم. حيدر عبد الكريم من موقع معرض كرة العراقية المصور. في البداية سؤالي للمدرب. شاهدنا في المباراة السابقة أيمن حسين يصرخ طول المباراة، لم يهدأ طول المباراة، كان قائد خارج الملعب على المدرجات. حدثني عن جاهزية أيمن حسين لهذه المباراة، وأيضا لبايش المدرب جنبك 4 أشهر من العمل معه، كيف تقيم هذه المرحلة مع عملك مع المدرب، عملكم انتم كمنتخب مع المدرب؟ During the game, we saw that Ayman Hussein was behind the sidelines, yelling and shouting and giving instructions to the players. He was a leader outside the bench and outside the field, and he tried to help the Iraqi national team win that game. Coach Arnold, is Ayman Hussein ready and fit for the next game? First of all, it's great. قبل كل شيء أمر رائع أن يكون أيمن محفزا وأن يكون مدربا. So it's now about playing. Ayman is fit. لكن على كل حال أيمن جاهز. وأيمن حسين لاعب جاهز. Question for Ibrahim Baish. سؤال لإبراهيم بايش. أكيد أنا يمكن هم حكيته سابقا، يمكن أفضل فترة مرت عليه خلال 4 أشهر مع المدرب الاستاف الكامل. يعملون بشكل صحيح. أب إنه هو أب للكل، مرات هو يكون أب قاسي شوية بس لكن هو أب حلو. You're going to translate this? Yeah, I'm going to translate this. هل بإمكانك أن تترجم هذه العبارة؟ The last 4 months with Coach Arnold was a great period. The team and the work has changed. He is like a father to us, but sometimes he's a harsh father.